ضيفتنا العزيزة، خليني أقول لك شغلة بموضوع الكهرباء لحتى تكون مرة لكل المرات. موضوع عين قانا اليوم عم بسمع تهجمات وشتايم وموجهة على شمال ويمين من مجموعة ناس بيعتبروا حالهم بيقدروا إنه يعلقوا على خطوط الكهرباء وبيقدروا يطالبوا بشيء ما لهم حق فيه. سبق وقلنا من سنين وقت كنت أنا نايب وهلا أنا ماني نايب، انه بالاجتماعات مع مؤسسة كهرباء لبنان وغيره انه هذا الخط رقم واحد ما عنده فائض طاقة وما بيقدر يتحمل ولا اي اضافات، لا قرى ولا بلدات ولا احياء. لذلك مش كل ما واحد شاف كهرباء بجزين بيستحلي يعلق على خطة وبيعتبر انه هيدا طبيعي وبصير، وانه اذا جزين فيها كهرباء فاذا هو رح ياخذ كهرباء. والدليل اللي منعلقوا على الخط وخلافا للقانون وبشكل تعدي وبفوقية مفرطة، وانه نحن بدنا نعلق واللي فيكم تعملوه روحوا اعملوه. انقطعت الكهرباء عن منطقة جزين، والخط واحد هو اطول خط كهرباء بالمنطقة، ببلش بجرمق بيخلص ببلدة انان. يعني في فوق العشرين او 26 ضيعة انقطعت عنهم الكهرباء فقط لانه في ضيعة من خارج اطار المنطقة، لا تستمد تغذيتها الكهربائية من منطقة من هذه الخطوط. طلع عبالهم يعلقوا. قبل بمرة جربوا قلنا لهم ما بيمشي الحال، فكوا التعليق لأنكم عم بتضروا وتخربوا. واليوم فكوا التعليق لأنكم عم بتضروا وتخربوا. طلعوا لنا بتجمع وشتايم وسباب وتحقير وتشويه وتهديد. ليكوا حبيباتي، أنا اسمي زياد أسود، عنواني معروف وبيتي معروف، وما حدا بيهددني إن كنت نايب سابق ولا إن كنت نايب حالي. وقت اللي بيكون في دفاع عن الحقوق نحن مندافع عنكم قبل غيركم، وقت اللي بيكون في تعدي على الحقوق نحن كمان مندافع عنكم إذا حدا اعتدى عليكم، وبنوقف بوجهكم إذا أنتم عم تعتدوا على حقوق الناس. لذلك منطقة جيزين ما فيها تتحمل هذا الكم الهائل من التحديات على الخطوط، إن كان على الخط الثلاثة اللي عم بيضل مقطوع يومين وثلاثة وأربعة، وإن كان على الخط واحد اللي هلأ صار عم بيتعرض لانقطاع دايم لأنه ما عم بيتحمل هذا الفائض وهذا الضغط على الخطوط. البيانات اللي عم تطلع من مؤسسة كهرباء لبنان واضحة، والبيانات اللي عم تطلع من الليطاني كمان واضحة. وبحب أقول بهذا المجال إنه نحن في 8 قرى بساحل جزين ما قدرنا نوصلهم ولا على أي خط، لأنه ما كان في فائض ولا على أي خط، لا الواحد ولا اثنين ولا ثلاثة. وهيدي القرى عم بتضل مقطوع عنها الكهرباء يوم ويومين وثلاثة، ومش عم بيكون عندهم ولا أي خدمة بهذا الموضوع، لا بل بالعكس عم بيتكبدوا أعباء أهلنا بقرى ساحل جزين. وما قدرنا على مدى سنوات انه نحل هالمشكل. ولا النواب الحاليين اللي وعدوا عن ادراك او عدم ادراك اثناء الانتخابات انه هن بدهم يجيبوا الكهرباء على هاي القرى كانوا فهمانين انه ما بيقدروا يجيبوا كهرباء على هيدي القرى. كانت القصه دعايات وهيك وفورات انتخابيه. هلا جينا للواقع، في كهرباء عم تنقطع على منطقة جيزين، في تقنين عم ينفرض على المنطقة كلها مخالف للقانون، وفي فواتير مرتفعة وباهظة مخالفة للقانون، وفي نوع من هيك النكد اللي عم بيتمارس على المنطقة والفوقية انه يا بتعملوا اللي نحن بدنا اياه يا اما نحن بنقطع عنكم كهرباء وبنفرض عليكم تقنين وبنفرض عليكم فواتير، وما في مين لا يحميكم ولا يوصل الصوت ولا يحل المشكل. هيدي الممارسة اللي عم بتصير إن كان بمؤسسة كهرباء لبنان وكان من بعض الناس المتفلتين على شبكة كهرباء جيزين، ألحقت أضرار لا تعد ولا تحصى. ونحن بعدنا بنص الصيفية، بكرة على تشرين شو بنعمل؟ إنه بنقطع الكهرباء عن 24 ضايعة لتستفيد ضايعة وما عم تستفيد. لذلك اليوم الشتايم والتهديدات اللي توجهت لي مشكورين عليها، وما بيهمني أمركم إذا بدكم تكفوا هيك، وما بيهمني دافع عنكم إذا بدكم تكفوا هيك. هيدا مش أسلوب تقدروا تتعاطوا فيه مع الناس، خصوصا الناس اللي بيهمهم يطبقوا القانون ويحفظوا حقوق الناس اللي هن بيمثلون أو عايشين بيناتهم. وأنا على الأقل كمواطن جزيني برفض حدا يعتدي علي وعلى حقوقي. كيف بالحرق إذا كان حدا عم يعتدي عليهم وعلى حقوقهم وأنا قاعد عم بتفرج؟ لذلك لا مسموح تعتدوا علينا ولا بنريد حدا يعتدي عليكم. في حقوق بناخدها وما تعتدوا عليها، وفي حقوق لإلكم مطالبة لإلها ما بتصير بالتعليق على خطوط الكهرباء وقطع الكهرباء عن الناس بهالمرحلة هاي. بيكفينا تخريب بالبلد وبيكفينا أضرار عم تلتحق بالمؤسسات
بالمواطنين بالبلد، وفي امتيازات لمنطقة جزين اليوم عم يسحبوها منها بالنكد السياسي. وهذا الشيء مرفوض، وهذا الشيء مسؤول عنه مؤسسة كهرباء لبنان، وزير الطاقة بالدرجة الأولى، القضاء، وبذات الوقت المواطنين اللي ما عم بيعرفوا حدودهم وحدود الحقوق تبعيتهم. هالقد فيني جاوب بهذا الموضوع.